السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة بقى حاجة لذيذة كده وسريعة جدا. هنعمل كريم كراميل اللي هو الباكت الجاهز. طبعا ما فيهوش افتكاسات ولا مكونات، الدنيا سهلة جدا وبسيطة، ابسط مما تتخيلوا كمان. بس هنشارك الوصفة دي مع بعض ونعملها. شايفين الجمال؟ هنا بقى بتبقى اللمسة بتاعتك انتي، اللمسة بتاعتك في طريقة تقديم الحاجة بتفرق جدا. طبعا احنا متفقين ان العين بتاكل قبل الفم. شايفين؟ كريمي جدا وطعمه لذيذ وتحفة وبيرطب على القلب. يلا بينا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف عملناها ازاي. معايا كده حلة، هننزل الباكت بيبقى على كل ظرف بتنزلي بكوبايتين من الحليب. انا هنا دي بس بتاخد معايا اكتر من كوباية، فانا عايرت بيها مفيش مشاكل، انت عايري بالكوباية عادي جدا. وبعدين نزلت بظرفين او باكيتين من الكريم كراميل الجاهز، ونبتدي نقلب كده ونرفع على النار ونفضل نقلب، ما نوقفش تقليب علشان ما يشدش منك. تقليب مستمر لحد ما هيغلي. اول ما هيغلي وهيتقل القوام اللي انت شايفاه ده كده، ده هيكون قوامه. هنبتدي بقى نجيب مش شرط يعني صينيه زي اللي انا بتاعه الكيك اللي انا بقدم فيها دي. ممكن طبعا اطباق صغيره او كاسات شكلها لطيف كده، هتدي معاك الحاجه اللي انت هتحطي فيها، هتدي معاك الشكل اللي انت هتصبي فيه الخليط، هيدي معاك الشكل الاخير. نزلنا كده بصوص الكراميل اللي بيبقى جاي مع الباكت مع الكريم كراميل، ونبتدي نصب الخليط بتاعنا على ظهر معلقه كده علشان يتوزع كويس على الصوص الكراميل بتاعي. وهندخلها التلاجة ونسيبها تبرد كويس جدا، وهنبتدي نقلبها في الطبق بتاعنا، هتدي الشكل اللي احنا غرفنا فيه. مش شرط صينيه، انا قلت زي اللي انا مقدمه فيها دي كده، بس انا حبيت اخد الشكل اللي انتوا شايفينه، بصراحه شكله لذيذ جدا. هنبتدي بقى بعد ما خلاص بردت براحتها جدا، هبتدي اقلبها بالشكل ده كده. وطبعا التزيين دي حاجة ترجع لك. انا هنا كان معايا ورد طبيعي بس مجفف زي ما انتوا شايفين كده، حبيت ان انا ازين بيه، عطى لمسة جمالية جدا للطبق بتاعي. وهتغرفيها وتقطعيها وتقدميها بألف هنا. اتمنى تجربوها ويكون فيديو كان دمه خفيف وسهل وسريع، واشوفكم في وصفة جديدة وفيديو جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.